إنه السياف الأشهر في السعودية عبد الله بن سعيد البيشي، منفذ حد القتل والتعزير، من يمتلك سيفا في حده الحد بين الجد واللعب. لا مجال لمفاوضته بعد إيناع الرؤوس، وعندما تحين ساعة قطافها فهو الجدير بقطفها. أنا بديت أنا في مجال العمل ذا بعد وفاة الوالد تقريبا بأسبوع أو ب10 أيام تقريبا، عام 1412. نعم. وقتها كان عندي يعني تفاجأت من الجهة المختصة في المجال الشيء ذا أنهم بلغوني على أساس أن عندي مهمة تنفيذ. فالحمد لله وقتها ما كان عندي طبعا سيوف ولا إلى آخره، لكن أسأرت بالسيوف حقت والدي على رحمة الله ونفذت فيه. وكان أول مهمة لي في 3 أشخاص. 100 رأس ونيف جزتها سيوف أبي بدر أكبر أبنائه، والذي بدوره يتدرب على ذات المهنة. ورث المهنة عن أبيه سعيد البيشي، ويذكر أنه حضر معه حد القصاص وهو صغير في أحد الجنات في مكة المكرمة، فكان ذلك المشهد كما يروي أبو بدر المفصل في حياته. كنت في المدرسة وكان عنده قصاص بتذكره في مكة المكرمة، كان في البارحة قدام باب الملك عبد العزيز قبل ما طبعا يصير في تطورات في الحرم، كان قصاص هناك. فحضرنا معه وانا صغير. أول ما طرف بالي القصاص ما القصاص الجهاز الهضمي، قلت ابغى اشوف الجهاز الهضمي. كان هو في وقتها مدرس امتحنا على الجهاز الهضمي، يقول ابغى تشرحوا لي على الجهاز الهضمي مدري ويش. قلنا طيب، قلنا خلاص والله ونجي. بس أول ما قص الوالد بس موقوف على طول أنا اللي هنا وجري على ابغى اشوف الجهاز الهضمي. شفت راس الرجال طاح الحالة، محل الرقبة صار زي البير نزل. فخلاص أنا ما عاد أدري عن نفسي، ما صحيت إلا وأنا في السيارة. بعد ما رجع جاء في الليل أبغى أنام، افتح الله ما قدرت. كوابيس مرة بعدها خلاص الحمد لله استمرنا وتعودنا والحمد لله. يحتفظ في ذاكرته بالكثير من المواقف، من الطبيعي أن تكون مؤثرة، لكن الملفت في بعض منها أنه فكاهي. ينكر أن للسياف قلبا قاسيا، فهو يعتبر نفسه من أرحم الناس قلوبا، وكل ما يناله من قصص مختلقة هي بسبب الشائعات التي تناله من أحاديث الناس وأقاويلهم. نبدأ بالسلطان. طبعا هذا السلطان أنا بدأت فيه، بالنسبة يعتبر أقدم سيوف بالنسبة لي في عملي من يوم بدأت فيه. يعني والله قديم جدا، هو جوهر. كل السيوف اللي موجودة عندي جوهر. هو جوهر، هو أقوى سيوف لتنفيذ الحد. يعني أول شيء ما يأثر فيها كثروا أو قلوا الأشخاص اللي نفذ فيهم. ثاني حاجة حديده قوي، يعني ما هو من اللي يتكسر أو إلى آخره. وهذا برضه نفس الشيء، برضه جوهر. وكل سيف طبعا له اختلاف لأداء المهمة. في عندنا السيف أو بالأصح القردة، في بعضها نفذ بها تنفيذ سحب أو هزع. عملية الهزع ده هذا طبعا يختلف عن السحب. السحب يبدأ بكذا بعكس الوضع السحب. نعم. الأحكام الشرعية في القصاص أو في حد أو في حدود من حدود الله اللي هو القتل تتم بالسيف، لا شنق ولا رمي برصاص. كان قديما يطبق الرمي بالرصاص ويعطى الولي بتنفيذ هذا الأمر، ولكن خوفا من الظلم والجور انتهت المملكة العربية السعودية تنفيذ حدود الله عن طريق السيف. السياف عبد الله البيشي كان مفترض أن يكون معنا من بداية الحلقة، سينضم لنا إن شاء الله بعد قليل، ولكن ما أخره عن انضمامه لنا في بداية الحلقة هو تنفيذه لأحد الحدود القصاص. يعني هو قادم من العمل للتو، سينضم لنا بعد قليل. هناك أكثر من سياف في المملكة، ولكن لا توجد إحصائيات دقيقة تبين كم العدد، لكن ربما يكونون يعني الإحصائيات اللي حصلنا عليها يعني أثناء تحضير الحلقة كان 6 سيافين في المملكة إلى حد الآن، ربما يزيدون قليلا. ليس هناك إحصاء دقيق. وفي مناطق متعددة كذلك، وأحيانا يطلب عم عبد الله البيشي أن يذهب إلى منطقة لإقامة الحد، فحنتحدث معاه على ذلك، وسنتحدث أيضا على الشباب اللي قام بتدريبهم عم عبد الله. هل أنت أيضا تنفذ قطع اليد ولا تكتفي بس بقطع الرؤوس؟ هل هناك تخصصات؟ نعم.
نعم، نفذ قطع اليد بالنسبة للحرام، وننفذ قطع الرجل خلف وخلاف. نعم. كما ذكر في القرآن. نعم. الكريم. طبعا عبد الله، لما يتم إقامة الحد بقطع الأطراف تقوموا بتخدير الشخص المحكوم عليه، ولا كمان زي ما بقطع الرأس لا يتم تخديره؟ لا، بالنسبة لعملية اليد أو عملية الخلف الخلاف لليد ورجل يتم تخدير موقعي.